اتفرجوا معايا كده على الفيديو ده كده، اتفرجوا. بتقول ايه؟ سحب كاس السوبر من الزمالك وهيدولي الاهلي. طبعا هي مبتديه الفيديو هنا باحلام العصر، احلام البيدجات اللي هي ماشيه وراها ان الفيفا هياخد كاس السوبر، يقول لهم احلى مسا عليكم خدوا للاهلي اهو. طب تعالوا نعرف السبب ليه يمكن يعملوها. يا حلاوه، عاجل ورسمان يا ولاد خالتي، سحب كاس السوبر من الزمالك واعطائه للاهلي بسبب بنتايج. في 12 لاعب من لعيبه الاهلي والزمالك اتعمل لهم تحليل منشطات، وكان من ضمن اللعيبه دي محمود بنتايج، واثبت ان هو كان اخد منشطات. طب يا ترى ناصر منسي كان من ضمن اللي اتعمل لهم العينه دي ولا ما كانش؟ اصل ده انا عندي معلومه مؤكده انه ناصر ماج يعني. ولعب المباراه وهو كان واخد منشطات، والمفروض ان حاجه زي دي المفروض المباراه تتعاد او الكاس يروح للاهلي. ايهما اقرب، يا كده يا اما يجي للنادي الاهلي. احنا بصراحه من ساعه ما خسرنا البطوله دي واحنا بنسيح يعني كل اللي تتخيله قلناه. يعني هنعمل ايه تاني؟ قلنا ولا عمرنا هنفرح فرحتكم ولا انتوا هتفرحوا فرحتنا ولا هنزعل زعلكم. قلنا عندنا منه كتير، قلنا بطوله من كل قد ايه، قلنا كل حاجه. فاضل ايه تاني؟ المفروض بقى لو على كلامكم ان احنا نادي الدوله واكتر فريق بيتجامل في القاره، المفروض ان احنا ناخد الكاس. وطبعا الموضوع هيعدي ولا كأنه حصل حاجه، ومبروك على الزمالك السوبر، عشان احنا ما عندناش نظام والدنيا عندنا سبهلله. بصراحه ما كنتش عارف ان محمود بنتايج عامل حرقان كده. بصراحه ما كنتش متخيل ان الواد هيعمل الاداء ده. انا زيكم، حتى جوزيه جوميز ما كانش متوقع انه يعمل الاداء ده. الراجل اصلا كان عنده اعتراض عليه، بس لما نزل الواد عجبني انا شخصيا، وهيج ناصر، يعني خلى ناصر ذات نفسه هاج عليكم. فبصراحه ليكوا حق تعملوا كل الحملات دي، بس برضو مش هتوصلوا لحاجه في الاخر.